أمهات كتير بتشتكي من إن إحنا ما بنعرفش نفطّر ولادنا قبل ما ينزلوا المدرسة، طبعًا بيكونوا صاحيين من النوم مقريفين، وطبعًا لو نايمين متأخّر ودي كارثة كبيرة، ده بيخلّي الطفل قايم مش شايف قدّامه، وطبعًا الأم متسربعة لبِّس يالّا الباص جاي ميعاد المدرسة، وعشان الزحمة وعايزين نلحق نتحرّك ولو أنتِ هتوصّلي الولاد عشان تلحقي تروحي الشغل، فطبعًا ده مخلّي عملية الفطار بتاع الولاد مش عملية سهلة، أو إقناعهم بالفطار عملية مش سهلة، فلازم الطفل يبقى صاحي من النوم حاسس بشيء من الجوع. عشان كده في نقطتين مهمين لازم تراعيهم قبل ما ينام الطفل، لأن جوعه مرتبط بمدة نومه. لو بنتكلم في العشا بتاع الولاد، فعشا الولاد يعني معقول جدًا كوباية زبادي، كوباية لبن، ممكن أي حتة بروتين بسيطة وكفاية على كده، ويُفضّل ما يكونش معاه عيش فينو. هضم الجزء ده بياخد منه حوالي 6 ساعات، فلو نام بدري اللي هو 10 مساءً هتلاقيه قايم معاكِ الساعة 5:30 أو 6:00 بعد ما نام 8 ساعات كاملين، هرمون النمو طلع، ضبط عملية الاستخدام بتاعة البروتين اللي كان في الأكل، وخلّى الجسم يستفيد بيه كويس، هو هيقوم من النوم هفتان أو عنده قابلية إنه ياكل. طب هتفطّريه إيه؟ بلاش بقى المربى والحلاوة على طول، نرجع تاني لازم كوباية اللبن أدّيها له. تيجي أم تقول لك إيه، طب ما أنا هاجيب اللبن اللي بالفراولة، اللبن اللي بالشوكولاتة اللي هي الألبان الجاهزة، خدي بال حضرتك إن كمية السكر اللي فيها كبيرة جدًا على الطفل، هو مش محتاج السكر ده كله. إنما النهارده تاني لو فطّرته كوباية زبادي مع حتّة فاكهة، التمر مع اللبن، وينزل ومعاه الlunch box بتاعه وبعدين يكمّل فطاره في المدرسة، ده أفيد بكتير من إن أنا أغصبه إن ياكل وجبات الصبح بدري. واحدة برضه من الأخطاء هي الcorn flakes، بادّي الطفل corn flakes ليه على الصبح، برضه كمية كبيرة برضه من السعرات الحرارية، وبرضه بنعتبرها empty calories يعني القيمة الغذائية بتاعتها ضعيفة جدًا، هو بس بيدّي flavor للبن. فالأفضل من كده زي ما قُلت لحضرتك، أنا أدّي له فاكهة أو أدّي له تمر جنب كوباية لبن أو كوباية زبادي، وينزل يروح المدرسة ومعاه الlunch box بتاعه اللي هنتكلم عليه بعد كده يبقى عامل إزاي، هيفرق معاه كتير جدًا على مدار اليوم. نفتكر دايمًا إن صحتهم أهم.